إلى ذلك في العناوين. في الشأن الثقافي، أطلق مركز خبرة الصحراء للدراسات والتوثيق بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة والمركز الثقافي بوجدور مبادرة المقهى الأدبي والثقافي تحت شعار الأدب الحساني وتحدي التحول الاجتماعي. دورة الأديب محمد الحبيب ولك حل. المزيد في ربورتاج بريغينا عروسي ومحمد شارع. النسخة الخامسة من المقهى الأدبي والثقافي ببوجدور شهدت في بداياتها إلقاء كلمات تسلط الضوء على مظاهر وتجليات حضور الأدب الحساني في علاقته بالمجتمع وما يعرفه من تحولات كتيمة مميزة للموروث الشعبي اللامادي بالمنطقة. مداخلات نبشت في تجربة الراحل محمد الحبيب بولدلكحل، أحد أعلام ورموز الأدب الحساني، ليتم الاحتفاء به ضمن فعاليات هذه الدورة التي تأتي تكريما له. الحاضرون سلطوا الضوء على شعر محمد الحبيب بولدلكحل ومساره المهني والسياسي والنضالي ضد الاستعمار الإسباني في الخمسينيات من القرن الماضي. لقاء شهد قراءة في سوسيولوجيا المكان في شعر الأديب الراحل محمد الحبيب بولدلكحل، اسم سيظل راسخا في ذاكرة الأدب والشعر الحساني كرمز من رموزه وهرما من أهرامات الإنتاج الأدبي الحساني. وأكيد أنها فرصة للباحثين والمتدخلين من أجل تسليط الضوء على مختلف القضايا المرتبطة بالتحول الاجتماعي وعلاقته بالأدب. أكيد أنه هذه النسخة قيمة مضافة للمركز من خلال اشتغالها على علم من أعلام الصحراء قدم الكثير الأدب الحساني خاصة بمجال بوجدور وخارجه، وكذلك من خلال استضافة أنثروبولوجي مهم اللي هو محمد الحمانة وخروج مجموعة من التوصيات اللي من شأنها الرفع من قيمة الأدب ودوره في التنمية الثقافية والارتقاء بالإنسان، لأن الثقافة هي الوجود الإنساني. نحن اليوم هنا في هذه الدورة الخامسة للمقهى الأدبي بإقليم بوجدور. هذه الدورة اللي تحمل اسم الوالد المرحوم محمد الحبيب ولد الأمين ولد لكحل، والدورة اللي تعكس العرفان والاعتراف بالجميل لشخصية الوالد. وحنا السعداء لأنه هذه الدورة سمات عليه، وهي مناسبة كذلك للعرض واحد مجموعة ديال القصائد في الأدب الحساني اللي يلقوها الإخوان، وكذلك استعراض السيرة الذاتية للمرحوم رحمة الله عليه الشاعر محمد الحبيب ولد لكحل، واللي هو رجل الحمد لله من خيرة رجال إقليم التحدي، رجل وطني، رجل يعني يعطى الكثير في عدة مجالات، منها المجال يعني الأدبي ومنها المجال السياسي أيضا. وهذا هو دورنا كشباب على أننا ننفض الغبار عن هذه الآباء اللي خلتنا تراث يعني مادي نفتخر به، ويجب على أننا نحافظ عليه ونشتغل عليه كشباب وكباحثين في مجال أدبي. تتوالى المبادرات في شأن إشعاع الأدب الحساني وإلائه العناية والاهتمام اللازمين من خلال تقديم وتوقيع إصدار جديد يحمل عنوان نساء الصحراء، مولود أدبي ينضاف إلى الخزانة الحبلى بالعديد من الإنتاجات الفكرية والأدبية المحلية. هكذا يكون الفعل الثقافي الأدبي قد واصل حركيته بهذا المقهى الأدبي في انتظار مبدعين شباب مع إبداعات جديدة. هذه كانت مناسبة لتقديم وتوقيع كتاب نساء الصحراء، الذي هو مجموعة أعمال حول المرأة الصحراوية من خلال التراث الحساني الغير المادي، مع رصد لأهم التحولات التي عرفها المجتمع والتي مست حياة المرأة الصحراوية على مستوى المشاركة وعلى مستوى التمثلات وعلى مستوى مكانتها الاجتماعية داخل المجتمع. يولي مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات أهمية قصوى للموروث الثقافي الحساني والاحتفاء بذاكرة الإنسان المحلي الفكرية والأدبية، ويعد المقهى الأدبي فرصة للقاء مختلف الفاعلين في الحقل الأدبي والشعري بالمنطقة بهدف إغناء التجارب وصقل المواهب، مواهب تجد ضالتها في مثل هذه اللقاءات الأدبية.